عيد سعيد عليكم يا جماعة، والله العظيم ثلاثة هنعيد. الهدوم بتاعت الأطفال غالية، بتاعت الكبار غالية، بتاعت البيبيهات الرضع غالية. هنعيد. هنجيب هدوم وهنعيد، وهنجيب شوكولاتات وهنعيد، وهنعمل كل اللي نفسنا فيه. هنعيد. هتقول بقى الأسعار غالية، الأسعار مش غالية، الأسعار بقى أصل غالية احنا بقى مش لازم غالية، نعيد. ما الأسعار رفعت، الشوكولاتات هترفع عشان خاطر العيد. يعني الاسعار حتى يعني من غير العيد لو ب50 وبقت ب100 عشان او ب200 عشان العيد هنجيبها برضه. هو بصراحه مش عشاننا قوي يعني، عشان خاطر العيال الصغيره الاطفال يعني اولادنا. يعني اولادنا يعني لما يبقوا مثلا يروحوا هنا ولا يروحوا هنا ويلاقي مثلا شوكولاته عند ده ولا شوكولاته عند ده، هيبقى عايز زيهم. فما ينفعش تكسر نفس العيل كده حتى لو غالي. حتى لو الشوكولاته 1000 جنيه ب 2000 جنيه، ما انت هتجيبها يعني هتجيبها. تعمل ايه؟ مش عشان ده، عشان بجد والله يعني الناس اللي مش قادره تجيب بقى هدوم العيد عشان خاطر عيالها، مش قادرين يجيبوا شوكولاتات عشان خاطر عيالهم، دول يعملوا ايه؟ دول نفسهم يجيبوا الحلو كله لعيالهم، بس الفلوس، فين الفلوس اللي تجيب كل ده؟ بجد احنا بقينا في زمن يعني غريب جدا. يعني يا جدعان، مش الموضوع الاكل والشرب بس، المشكله مش في الاكل والشرب بس، المشكله في المعيشه كلها. والله يعني احنا لو ذكرنا يعني لو الموضوع عشاننا فاحنا مش عايزين حاجه. المشكله في العيال بقى، يعني عيالنا بقى عايزين نفرحهم، مش عايزين نكسر بخاطرهم في العيد حتى، ولا حتى في يعني في الايام حتى العاديه لما يجوا يطلبوا حاجه والاب ما يعرفش يجيبها، بتبقى وحشه على الاب جدا على فكره. نفسيه الاب بتتعب، نفسيه الاب نفسها بتتعب. كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الاسعار رفعت. بجد والله الاسعار بقت فعلا اوفر جدا كمان. كل حاجه بقت الطقطقين بجد والله. الحاجه اللي ب50 بقت دلوقتي ب100 عشان خاطر العيد هتبقى ب150. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني